كابتن عماد. بحيي موديل الفيوتشر بصراحه على العوده. عوده مهمه جدا جدا، وانك ترجع قدام النادي الاهلي وانت خسران 2-0 دي حاجه تحسب لفريق فيوتشر والمدير الفني. بس ده يعلم لعيبه الاهلي درس، ان لما تجيلي فرصه انت عامل 75 دقيقه رائعه. النادي الاهلي احنا بنقول بيستمتع وهو في الملعب. لما يجي لك فرص انك تزود اكسب، امن نفسك. 2 مش كفايه، 3 4. ده يعلم لعيبه النادي الاهلي ان المباراه ما بتنتهيش غير مع صفاره النهايه. فبحيي فريق فيوتشر على العوده. النادي الاهلي جاله فرص كتيره جدا في الشوط الثاني وفي الشوط الاول. عمل ما اقدرش اقول النادي الاهلي وحش، لانه عمل مباراه جيده جدا، لكن خطا واحد صح رجع فريق فيوتشر في المباراه. هنشوف شوط ثالث وشوط رابع لعيبه مجهده جدا، سواء لعيبه فيوتشر او لعيبه النادي الاهلي. اتمنى بس ان هم يخرجوا سلام، دي اهم حاجه، لكن احنا مستمتعين بالمباراه. من الحقيقه من افضل اللقطات اللي شفتها النهارده في المباراه لقطتين مهمين جدا. بعد خطا مصطفى شوبير جاب الكوره على طول وابتدى يكلم اللعيبه، خلاص الموضوع عندي، ابتدت اللعيبه تقول له فوق، خلاص ابتدت اللعيبه تفوق بعضها، لا اعتراض على حكم ولا ازمه ولا اي حاجه، مفيش اي مشكله، على طول خلاص هدف العب نكمل، بص مفيش اي حاجه ولا اي خلاف ولا اي مشكله، والامور هاديه جدا، على طول نلعب، هي دي كره القدم. اللقطه الثانيه محمد محمود بعد احراز الهدف، وان هو جري راح على جمهور النادي الاهلي، قام بعد دقيقه بالظبط وابتدى يحيي جمهور النادي الاهلي، وابتدى جمهور النادي الاهلي يسقف له رغم ان الهدف في النادي الاهلي. لقطه الحقيقه مهمه قوي يا عماد. طبعا قوي طبعا، احترام الجمهور دي حاجه اساسيه في كره القدم. احترام محمد محمود بالظبط. والحقيقه عظمه كبيره جدا جمهور النادي مصطفى الاهلي. شوبير بحييه، كل الناس بتغلط، مفيش اي مشكله خالص، يعني حاول تركز وتكمل. انت حارس ليك مستقبل كبير جدا. محمد محمود من اللعيبه المحترمه، من اللعيبه اللي عندها امكانيات كبيره جدا، فانا بشكره على احترامه لجمهور النادي الاهلي بعد الهدف. طيب الحقيقه يعني في انتظار بقى هنشوف في الاكسترا تايم، وان شاء الله باذن الله يكون اكسترا تايم ممتع. نروح سريعا لكابينه التعليق مع زميلنا محمد الشاذلي. شاذلي اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية في كل مكان، ما تنسوناش بلاك واشتراك، بارك الله فيكم وألف مليون مبروك فوز الأهلي بأول سوبر في النسخة الجديدة. مبروك مبروك مبروك، برغم إن إحنا صعبناها لنفسينا قوي، ومباراة كانت صعبة جدا، وإحنا اللي صعبناها لنفسنا بعد ما كانت سهلة في الشوط الأول وأحرزنا هدفين. هوب، شوبير الصغير غلط غلطة عمره وسبب في أول هدف، مفيش دقيقتين بعديها ولا 3 والهدف التاني جه، بقت مباراة تانية خالص. وسبقهم مباشرة تغييرات كولر الغلط اللي طلعت اهم لعيبه في الاهلي، وهي اللي عامله الشغل كله وهي اللي مسيطره على الملعب، طلعها دفعه واحده ونزل بدلها لعيبه تانية. زي ما يكون في عقاب الهي عمله ربنا علينا سبحانه وتعالى من خطا كولر الكارثي اللي خرج كل اللعيبه المسيطره على المباراه دفعه واحده من نص الملعب والخط الامامي، ونزلنا لعيبه تانية واحنا عارفين حالها ايه. لكن نحمد ربنا والف مبروك، وان شاء الله ما يتكررش الخطأ ده من كل مرة تانية. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية، تنسوناش بلاك واشتراك، وألف مبروك مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.